مرة شيخنا الشيخ الشعراوي رحمة الله عز وجل عليه، الراجل ده أنا بتعجب منه حتى بعد موته. يعني بعد موته ناس كتير الوقت بتتكلم على الشيخ الشعراوي يقول لك ده رجل ضال ورجل فكره مش عارف. الشيخ الشعراوي رحمة الله عز وجل عليه الله عز وجل أراد أن يكثر في ميزان حسناته. ناس بتتكلم عليه، أنا أحبه جدا. شيخنا الشيخ الشعراوي كان مرة مسافر، المهم قابل شاب مسلم بس كان متعصب كده متشدد. في بعض الناس كده، بعض الناس تلاقيه ماشي مبوش كده، ما بيضحكش لحد، ما يقولش لحد السلام عليكم. شيء غريب جدا، لا منهج النبي ما كانش كده. فالمهم متعصب كده وعنده تشدد وتنطع وشويه فزلكه كده. فالشيخ الشعراوي بيتناقش معاه، فتلاقى ان الشاب ده النقاش معاه مقفول كده، حاجه عجيبه قوي. نسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا اللين. فالمهم شيخنا الشيخ الشعراوي بيبص للشاب المتعصب كده، قال له انا اريد ان اسالك سؤالا. فقام الشاب بيقول للشيخ الشعراوي قال له اسال. قال له تفجير ملهى ليلي حلال ام حرام؟ عارف ملهى ليلي يعني ايه؟ كباريه. كباريه والناس قاعدين بيشربوا فيه خمره ويرقصوا ويتركون الصلاه الى اخره. تفجير ملهى ليلي حلال ولا حرام؟ فقام الشاب طبعا هيقول له قال له حلال حلال حلال. قال له طيب هسألك سؤالا آخر. قال له اسأل. قال له هؤلاء الذين داخل الملهى بعد ما الملهى ده يتفجر كده، الناس اللي جواه هيروحوا الجنة ولا هيروحوا النار؟ فالشاب قال له هيروحوا النار طبعا. قال له طب انا هسألك سؤال ثالث واخير. قال له اسأل. قال له الشيطان يريد ان يأخذ هؤلاء الى الجنة ام الى النار؟ قال له الى النار طبعا. قام الشيخنا قال له ايه بقى؟ قال له يا اخي تشترك مع الشيطان في ادخال هؤلاء النار. شوف اللفة دي، انت بتحط ايدك في ايد الشيطان وتستعينوا انتوا الاثنين على ادخال هؤلاء النار. وقام قايل له حديث نبوي عجيب قوي. عارفين الحديث لما جنازة يهودي معدية النبي صلى الله عليه وسلم قام واقف وبكى، جرت دموعه على خده، فقالوا يا رسول الله هذه جنازة يهودي راجل كافر، انت بتبكي ليه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نفس أفلتت مني إلى جهنم. زعلان النبي صلى الله عليه وسلم، زعلان ان نفس أفلتت من يديه إلى جهنم. فقال الشيخ الشعراوي للشاب المتعصب قال أنتم في واد ورسول الله صلى الله عليه وسلم في واد آخر. انت بتفكر ازاي؟